الاستثمار يقدر يكون عندك الحق وفي نفس الوقت تخسر فلوس كاملين. هادشي اللي وقع ليوبولد اشنبرنر هاد السيمانه من بعد ما اضطر انه يبيع كاع الاسهم اللي عنده بسبب ان البورتفوليو ديالو هبط بزاف الناس كيقولوا بانه تم الاستهداف ديالو من طرف شركات استثماريه كبار وبالخصوص شورت سيلرز على انهم تلاعبوا بالسوق باش يليكيديو ليه الاستثمارات ديالو ويطيحوه فيما يسمى بالمارجن كول. في هذا الريل غادي نعرفوا كل شيء وغادي نوريك جوج ديال الاخطاء اللي دار ليوبولد باش نستافدوا منهم كاملين. ليوبولد عنده 24 عام وكان خدام في اوبن اي اي كباحث من بعد ما جراو عليه في 2024 واتهموه انه كيسرب معلومات سريه. من بعد هادشي ليوبولد اسس واحد الصندوق استثماري سماه سيتويشنال اويرنس مبازي على واحد الورقه بحثيه ديالو اللي الفكره ديالها هو ان الاي اي غيحتاج شرائح الكترونيه مراكز بيانات والطاقه وبنيه تحتيه كبيره بزاف. ايمان ديالو بهادشي خلاه يدخل بقوه ويشري شركات في هذا المجال. بدا براس المال ديال 225 مليون دولار وباش يكبر الارباح ديالو استعمل ما يسمى بالرافعه الماليه اللي هي واحد النوع ديال الكريدي كتاخذه من عند الوسيط ديالك باش تقدر تكبر الارباح ديالك، ولكن حتى الخسائر ديالك كتكبر بنفس الطريقه. وكيقدر يوقع لك ما يسمى بالمارجن كول اللي هي ديك لابيل فاش كيعيط لك الوسيط ديالك ملي راس المال ديالك ناقص داكشي اللي تسلفتي كيهبط تحت واحد المستوى كيتسمى المينتيننس مارجن. فاش كتكون عندك رافعه ماليه ديال 4 اكس بحال ليوبارد الا هبطوا الاسهم ديالك غير 25% فراه كتخسر راس المال ديالك كامل. دونك البروكر كيعيط لك قبل ما توصل لهاد المرحله وكيقول لك زيدني الفلوس ولا غتبيع داكشي ديالك بزز باش ترجع ليا فلوسي. ليوبارد كان عنده الحق بان الاي اي تريد كان مزيان وكانوا فيه الفلوس وقدر يحقق 439% غير في 6 شهور الاولى ديال 2026. هذا الرقم كبير بزاف وما كاينش شي شركه استثماريه كديرو، ولكن في شهر 7 2026 الاسهم ديال الاي اي هبطوا وخلاوه انه يطيح في هذا المارجن كول والوسيط ديالو بزز عليه باش انه يبيع الا ما عطاهمش فلوس كثر وما كانوش عنده فلوس كثر. هنا دخلت شركه استثماريه اللي سميتها سيتاديل اللي معروفه في وول ستريت وشرات البورتفوليو ديالو بواحد الثمن رخيص بزاف حيت كانت عمليه بيع اضطراري. اللي غريب هنا واللي خلى الناس بزاف يشكوا بان هذه العمليه مفبركه ضده هو ان السوق طلع في نفس النهار من بعد ما وقعت هذه العمليه. كتبقى غير اشاعه بطبيعه الحال واخا حتى هو صرح بان راه كانت عمليه استهداف من عند شورت سيلرز، ولكن هذه كتبقى الهضره ديالو وما كاينش شي دليل كيثبت هذا الشيء. الراي ديالي هو ان ليوبولد دار جوج ديال الاخطاء كبيره بزاف وبالنسبه لي المشكل ما كاينش في الرافعه الماليه ولكن في الطريقه كيفاش انه جير الريسك ديالو. اول حاجه هو انه اندر استيمال امباكت ديال لا فولاتيليتي. واخا لا تيست ديالو كانت مزيانه ولكن التقلبات ديال السوق خلاو انه يقيس داك المارجن كول ليفل والامباكت ديال الفولاتيليتي كان كبير بزاف بسبب الحجم ديال الرافعه الماليه اللي كتكبر معاه كل ما ربح اكثر. الخطا الثاني هو واخا اسس هيدج فاند ما كانش عنده واحد الهيدج فاند ديما كيكون عنده ان بلان بي اللي ما كيمشيش في نفس المسار ديال الاستثمار الرئيسي ديالو. في هذه الحاله الهيدج اللي كان عنده هو انه كيندير شورت على السوفت وير بزنس والسوفت وير بزنس كتمشي عكس الاي اي. دونك فاش كيهبطوا الاسهم ديال الاي اي السوفت وير كيقدر يطلع ومادام انه كان شورت فهاد الشيء راه زاد اثر عليه. وما تنساوش تباركوا ليوبولد حيت هذا الويكاند عنده العرس ديالو من بعد ما وقع ليه هذا الشيء كامل.